وحبيبي. المتعة، زواج المتعة علاقة وقتية سرية جسدية، وممكن تكون حب من نوع آخر. بالظلام وبعيد عن عيون يلي بيعرفون توجه موسى تيلتقي زهرة من بعد ما اتصلت فيه، أي لما أرادت الحصول على حقها الشرعي لأطفاء رغبتها والحصول على متعتها. إذا هي جاية عبالها بتقلي وينك، عايزيتك، بدي شوفك. وأنا كمان نفس الشيء، بس هيدي أول مرة بيكون موعد مركب، يعني هيك مش معودين. بقلب الجمعة، يعني بالجمعة مرتين أو ثلاثة. وين تجتمعوا؟ تجتمعوا تمارسوا المتعة؟ في بالحازمية، وفي بيت شاب صاحبنا بالشياح. ويوم التصوير كانوا البيتين محجوزين، فكان اللقاء شفوي وبالسيارة. اوقات مثلا كل يوم، اوقات يوم يوم لا، بس بحضر حالي قبل بيوم. مثلا انا اليوم بدي اظهر معه، عرفتي كيف؟ دق له على التليفون، برد علي بقول له نو بدي اشوفك اليوم، بقول لي اوكي. يعني ما في مره بقول لي لا. مرتي بتقول لي نفسي تتجوز 3 لحتى لي اعرفك وين بتروح وين بتجي. نفسها انه بس تتجوز 3. قلت لها بتجوز 2، اذا الله رزقني بتجوز 2. قالت لي ما بتتجوز 3. قلت لها لا. قالت لي عشان تضلك رايح جاي مثل الكهرباء. موسى متزوج وأب ل6 أطفال، 5 بنات وصبي، أصغرهم طفلة بعمر 3 أشهر. أما زوجته فهي على علم أنه زوجها بيعقد عقود متعة على نساء. زواج المتعة وحسب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو أنه تزوج المرأة نفسها للرجل لقاء مهر محدد لوقت محدد بعقد نكاح بيضمن حقوق الصحة الشرعية. وعقد المتعة عقد لفظي بين المتمتعين، أي لا عقد مكتوب، وصيغته بأنه تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي، لقاء مهر بحددوه سوا ولمدة ممكن تكون أحيانا أقل من ساعة، على شرط أنه يقول الرجل المتمتع قبل. بالمتعة يمكن تجديد العقد برضا طرفين، والرجل بيعترف بولد المتعة، ولكن المرأة ما بتورث، وبحق للرجل إبرام أكثر من عقد باليوم الواحد. أما المرأة المتمتعة وإذا أرادت تغيير الرجل بيكون ذلك بعد 3 أشهر من انتهاء مدة العقد الأول. رحت بدي اسوي سيارة عنده، قال لي وين هي السيارة؟ قلت له بدلك وين هي. رحت عم دله على السيارة وين، قال لي بتحبي تظهري؟ قلت له انا مثل ما بدك. بتحب تظهر؟ قال لي انت مثل ما بدك. قلت له اوكي بنظهر. رحنا لنجرب السيارة، ظهرنا انا وياه على مطعم، قعدنا انا وياه وتحدثنا شوي، وقال لي شو رأيك انه نعمل عقد؟ هلا اول شيء انا ما قبلت، صار يحكي ويقنعني وكذا وهيك، قبلت معه، عملنا عقد ومشي الحال. وانا كثير يعني بنبسط معه ومبسوطة معه، عايشة كثير يعني سعيدة معه. ولكن الحديث زعج الموجودين، فتركنا المكان وتوجهنا لكورنيش المنارة. زهرة عمرها 32 سنة، ومن 2 وحسب أولى بدأت عقودها المنقطعة مع موسى، عقود بالكلام بتخولها تطلب منه كل يلي بتريده تتكون مبسوطة جسديا. بس وين ما في مطرح هون ما انت عم تقول ما بدك على الطريق وما بعرف شو والى اخره، ولا ما عم بتحن علينا بشيء. موسى يلي عمره 44 سنة يوم تصوير هالروبورتاج كان عنده عقد زواج دائم وعقدين متعة. يعني انت عم تعمل العقد لساعة
خلال الساعة أنت بتخلص؟ ما بتضاين هي ساعة. إذا بدك أمور جسدية هي ما بتضاين ساعة. إذا أمور جسدية ومسألة مش مسألة ساعة، يعني أمرار تسحب. ثلاث ساعات، ساعتين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. قالت لي 14، قالت لي 13، قلت لها 14، قلت لها من أول وجديد. ولكن موسى يلي ما بيتذكر عدد عقود المتعة يلي عقدها على نساء ملتزمات كسر الرقم القياسي بقوته الخارقة الجسدية الجنسية. إنه قبل ما اتجوز هيدي كان في 3 عقود بليلة واحدة. 3 يعني ثاقبت إنه هن مجتمعين ببيت واحد. هيدي كان الرقم القياسي. إخوة؟ ايه؟ إخوة؟ عطش. إخوة كانوا؟ لا هذا الموضوع بصير حساسية. يعني لو ما بيصير حساسية كنت بقول لك. بس أنت قلت لي إخوة. بقول لك بصير حساسية، يعمل حساسية. بزواج المتعة لا مجال للغيرة، لأنه للرجل الحق، كل الحق بترك المتمتعة يلي بتوجع له راسه. مع المرأة كل يوم يعني أحيانا بتهرب، هي بتكون تعبانة بتكون مريضة بتهرب، بس مع الثانية كل يوم. هلا حاليا كل يوم، يعني إذا مش قبل ما تروح على الشغل بعد ما تيجي من الشغل. ما بتقفي مثلا نهار بالجمعة، ثاقبت يومين بالجمعة هيك إذا ثاقبت، لأنه بعدها يعني جديدة تتحمل. عندك ناس ما بتتحمل. كان عم يحكي عن نسوان غيرك، ما غبتي؟ لا عادي. ليه؟ قايل لك وضوح، ما في غيرة بدها، بس توعي الغيرة عندك، بس تصيري بدك تعملي مشاكل، هيدا شأنك. بس ما عادش في موسى. أنا بحب الجنس مع موسى، مستحيل إنه أختار واحد يعني شخص غيره. بتختلف التسمية بين حب، عشق وغرام، وبيختلف النوع بين علاقة جنسية، شهوة، حب أفلاطوني، زواج، مصاحبة أو مساكنة. بس شيء واحد ما بيختلف عليه هو الشعور الجميل يلي بخلجنا. هالشرقطة بكياننا كله لما منكون بحضرة الحبيب، الاشتياق له بغيابه، هالفرح وحب الحياة. ومنضيف انه اجمل اوقات فيها هي لحظات الحب. وكل سان فالنتين وانتم بخير.